كثير من المسلمين في هذه الأيام يردد هذه الكلمة خلال يومه في حديثه مع الآخرين، كأن يقول: حظي سيء، أو أنا متشائم من هذا الأمر، وتجده دائما كثير الشكوى من أي شيء. وهذا النوع من الناس يكون غالبا يعيش في هم ونكد على نفسه وعلى من حوله. فما الحل للتخلص من هذا الأمر؟ وما هو السبيل إلى ذلك؟ اعلم أخي الحبيب أن التشاؤم هو سوء ظن بالله عز وجل، وكلنا سمعنا ونردد قول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. إن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى التشاؤم هو ضعف الإيمان بالله تعالى وقلة ذكره، ويجب أن ننتبه إلى النعم التي تحيط بنا في كل تفاصيل حياتنا، حينها سندرك عظيم نعم الله تعالى علينا، ونتذكر دائما قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا.